نفسه، بنى كنيسة، ثم ماذا يا أباها؟ وإذا به يعلن حالة الطوارئ، أن يستنفر جيشه وقوته وعدته، فإذا به يهيئ 60,000 جندي يركبون الفيلة
إذا هذه رؤيا علمية. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل؟ ثم ماذا؟ وأرسل عليهم طيرا أبابيل. أريد أن أجعل مقارنة بسيطة ما بين ذلك الفيل الضخم الذي يهز الأرض تحت قدمه وبين طير صغير إذا وضعته على اسمك لا تشعر بوزنه. هل هذا الطير إنه كان جنديا من جنود الله؟ جاءوا بالفيلة فعاقبهم الله عز وجل بأصغر المخلوقات، فقال تعالى: وأرسل عليهم طيرا أبابيل. طيرا أبابيل بمعنى جماعات متفرقة ترميهم بحجاب. أضع خطا أحمرا على كلمة حجارة. يقول